يلا بينا بقى نعمل المحشي المسبك بقى على طريقة جدتي، تحفة جدا. معايا المقادير وهنبدأ على طول بأسهل طريقة وهيعجبك جدا جدا، لأني شكله بس يفتح النفس كده. معايا الوكا اهو على النار، حطيت الزبدة تسيح وشوية زيت كده، لأن المحشي بيحب الزيت عشان يبقى مفلفل كده وجميل. السمنة بس تسيح وهنزل كده والبصل على طول زي ما انتوا شايفين. طبعا بدأت البصلة تاخد لون، هنزل بالفلفل الألوان، فلفل أحمر وأخضر وأصفر، مفيش يبقى أخضر بس مفيش مشاكل، احنا ستات شاطرة منقفوش على حاجة. وحطيت طبعا ايه معلقتين صلصة كبار كده من البيت، قلبت كل ده مع بعضه على النار كده. وبعدين نزلت بالطماطم، صراحة كفاية شكلها بس ولا ريحتها تحفة جدا. نزلت بقى بالتوابل، ورق لوري، فلفل، مرق الدجاج، كزبرة، بهارات مشكلة، وبملح طبعا. كل ده تنزلي بيه بقى كده على التسبيكة دي. بصراحة كانت جميلة جدا وريحتها وطعمها تحفة. طبعا قلبتها لحد ما اتسبكت كويس، لازم تسبكيها كده كويس. ونزلت بقى بالكزبرة الخضراء بتاعتي وشبت اللي عندك الموجود. وطبعا الرز غسلته وصفيته، حطيته في البولة كده ونزلت عليه بقى بالتسبيكة اللي انتوا شايفينها دي. شوفوا حمرا كده وجميلة، وبقلبها بقى كويس كده لحد ما شايفين لونها جميل ازاي. طبعا معايا الحلة حطيت فيها شوية زيت، وبدأت ان انا احشي الكوسة. طبعا ما تملهاش قوي، لازم تسيبي كده ايه مسافة عشان خاطر تستوي الرز، يستوي كده كويس ويبقى جميل كده ومفرفر، ما يبقاش ايه ما يبقاش مش مستوي يعني. لازم انت ايه تسيبي مسافة كده في الكوساية. والبدنجان طبعا اي محشي بتعمليه لازم تسيبي مسافة كده، ما ينفعش تمناها لرز ما تبقاش تبقى كاملة كده رز، لا لازم تسيبي مسافة شوية زي ما انتوا شايفين كده. كفاية بس ايه شكل الخلطة جميل جدا وحمرة كده وجميلة. بدأت بقى بحشي في البدنجان كده بالمعلقة او بايديكي عادي، طبعا احنا في البيت بنعمل بايدينا عادي. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت الكمية، ومعايا بقى المية كوباية مية كده، ونزلت بمعلقة ملح. وطبعا لو في شوربة متوفرة يا ريت يكون احسن، او مرقة دجاج برضو ممكن تحطها في المية وتقلبيها. طبعا مش موجود يبقى خلاص مش هنقف على حاجة. حطيت كوباية مية وفيها الملح وقلبتها جدا، ونزلت بيها كده ايه على الكوسة والبدنجان، ورفعتها على النار زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تغلي. لازم الاول تكوني شايفه الميه والمرقه بتاعتك كده بتغلي، وبعد كده توطي بقى لما يغلي توطي خالص. زي ما انتوا شايفين كده معايا في النهايه قدمته معاه